السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. الفيديو ده فيه طريقة تزيين الصابليه لأشكال راقية جدا، أشكال ملوكي، أشكال مميزة. عايزة أقول لكم إن الفيديو ده أنا يمكن مصوراه من حوالي رمضان اللي فات، لا اللي قبليه، بس للأسف الموبايل بتاعي باظ يومها وما لقيتوش. بس لقيته فجأة قدامي كده وأنا بدور على الكمبيوتر، لقيته فقلت لازم أنزله لكم. فأنا الفيديو ده حتى هتعرفوا إن تصويره قديم شوية غير الفيديوهات اللي أنا منزلاها حاليا. دي أشكال صابليه، أنا مزيناها بالأشكال الجميلة دي، وهقول لكم طريقتها إزاي. ويلا بينا نبتدي. أنا هقول لكم العجينة بسرعة، مش يعني مصوراها كده بسرعة جدا، وبعدين اللي هندخل الأساسي على التزيين. أنا هنا عندي حوالي كيلو من الزبدة، ونص كيلو من السكر البودرة الناعم جدا، وحوالي 2 كيلو من الدقيق. وطبعا العجينة حسب ما هتاخد من الدقيق. هنحط السكر البودرة على الزبدة ونضربهم في العجينة تمام لغاية ما ينعم خالص ويبقى ناعم جدا، بس طبعا ما نزودش في الضربة علشان خاطر الزبدة ما تفصلش. تمام. بعد كده هنبتدي ننزل حطيت هنا ذرة فانيليا. هنبتدي ننزل بالدقيق تدريجيا، وعليه ذرة ملح. هو ملوش أي حاجة خالص غير هما الثلاث مكونات فقط لا غير، اللي هو عبارة عن الزبدة والدقيق والسكر وذرة الملح والفانيليا بس. يعني قصدي الثلاث مكونات الأساسية. تمام. هنبتدي نضربها لغاية ما الشكل عندي عجينة متماسكة. تمام. وبعد كده هنبتدي نشكلها. أنا حطيت الدقيق تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده. لسه العجينة ما لمتش، هبتدي انزل بالدقيق. تمام. هنا باختصار هوريكم. بعد كده عملت الاشكال دي، عملت شكل القلب ده وشكل القلب التاني ده عشان لما اجي الزقهم مع بعض. عملت شكل وردة دوار الشمس اللي هي دي بالشكل ده. طبعا لما نيجي نعمل الشكل ده لازم كل ما نيجي نقطع بالقطاعة نحطها في دي الأول. يلا بينا نشوف التزيين بتاعنا ازاي. أول حاجة عندي هنا 150 جرام من مربى الحليب، هنسيحها على النار. طبعا كلنا عارفين مربى الحليب. تمام. احنا طبعا ده مش اقتصادي، ده حاجة ملوكي، فطبعا عشان تدينا شكل وطعم حلو فلازم هنكلفه شوية. مربى الحليب هحط عليها حوالي 160 جرام من أو 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء، وابتدي اسيحهم مع بعض لغاية ما تسيح الشوكولاتة تماما وتندمج مع مربى الحليب، وهيدينا عجينة مطاطية كده شوية شبه التوفي. شايفين شكلها؟ ادي كده شكلها ساحت تماما بالشكل ده. بعد كده هنجيب كيس بلاستيك. تمام. هفتح الكيس وهحط عليه هنزل عليه جزء من الخليط اللي احنا عملناه مربى الحليب على الشوكولاتة، وهبتدي اعمله كده بايدي، افرده شوية، وبعدين هشيل الكيس اللي هو اللي فوق ده تاني، وهبتدي احط باقي الخليط زي ما انتم شايفين كده، وهحط برضو الكيس عليه وابتدي افرده ما بين كيسين. تفردي زي ما كده بالشكل. بعد كده هسيبه ترتاح شوية وهبتدي أعمل النوع التاني من التزيين. عندي هنا 150 جرام من السوداني، هنطحنه. وبعد كده هحط عليه برضو حوالي 160 جرام من البسكوت السادة. البسكوت ده يا جماعة هو الصابليه اللي اتكسر معايا، اللي طلعت معوجة، اللي طلع شكلها مش كويس. أنا حطيته هنا مع السوداني وطحنتهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهبتدي أحط عليهم حوالي معلقتين من مربى الحليب ونخلطهم كويس. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. هحط معاهم هنا 3 بواكي من النسكافيه السادة البلاك. تمام. وهبتدي أحطهم برضو بين كيسين وأفردهم، وبعدين أسيبها ترتاح في التلاجة. هنا بقى رجعنا للخلطة الأولانية اللي احنا عملناها. بعد ما سبتها ارتاحت ادي بقت متماسكة بالشكل ده، هبتدي أكورها كور صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
طبعًا هي عاملة زي التوفي وتقدري تشكّليها، بصراحة طعمها خطير جدًا، جدًا، طعمها غني جدًا. أول حاجة عندي الشكل اللي أنا عملته على شكل وردة، وردة دوار الشمس. هابتدي زي ما قُلت لكم دي عاملاها بالقطّاعة دي، وقبل ما نيجي نعملها العجينة نقطّعها بالقطّاعة، قبلها نحطّها بالدقيق ونرجع نقطّعها عشان يا جماعة القطّاعة رفيّعة جدًا، الفروع بتوع الوردة رفيّعين جدًا، جدًا، ممكن يتكسّروا وهتعذّبِك. تمام، أنا هنا جِبت بقى الوردة حطيت في وسطها الخليط التوفي اللي أنا عملته ده، وبعدين جِبت سبرانجل لونه أصفر وحطيته بالشكل ده علشان تدّيني شكل وردة دوار الشمس، وده شكلهم جميل بالشكل ده، والطعم كمان خطير جدًا. تمام، بعد كده رجعنا للخلطة التانية اللي هي خلطة البسكوت بالسوداني. أنا كنت عاملة شكل بالقطّاعة، شكل الصابليه بالقطّاعة المربعة دي. هابتدي برضه أقطّع الخليط اللي هو البسكوت السوداني، البسكوت مع السوداني وأقطّعه على شكل نفس البسكوتة بالقطّاعة المربعة، وابتدي أحطّها في النُص ما بين البسكوتين بالشكل ده، واضغط عليها بس ما اضغطش عليها أوي عشان ما تتكسرش. بصراحة يا جماعة الخلطة دي طالعة طعمها تحفة جدًا وجميلة جدًا، حابة تعمليها بالمكسرات، حابة تعمليها شوفي تعمليها بإيه، بس طالعة تحفة جدًا، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. هنا بعد ما خلّصت الكمية اللي أنا هاعملها، جِبت شوكولاتة سيّحتها وحطيت فيها حوالي معلقة من الزيت، وهابتدي أغمس فيها البسكوت بالشكل ده زي ما إحنا شايفين. هنحطه على ورقة زبدة أو ورقة فويل أو كيس بلاستيك زي ما أنتِ عايزة، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. تحطيها وترجعي ترجعيها على قدّام شوية علشان خاطر آآ الشوكولاتة من تحت ما تبقاش كتير وتلزق فيها. تمام، بقى هنا بعد ما خلّصت الكمية اللي أنا باوريكم طبعًا عينات عشان تقدري أنتِ تشكّلي زي ما أنتِ عايزة، عشان الوقت الفيديو. بعد كده تشيلي الشوكولاتة الزيادة ترجعي تحطيها تاني مع الشوكولاتة تسيح، زي ما أنتم شايفين كده. بعد كده جِبت هنا الشوكولاتة نفسها سيّحتها تاني وشوكولاتة بيضا، وهابتدي أعمل عليها خطوط بالشكل ده علشان لمّا آجي أشكّلها الشكل الماربل أو الشكل الرخامي. بعد كده هاخد واحدة من الشوكولاتة وهاحطها في الشوكولاتة بالشكل ده، واحدة قصدي من البسكوت أحطها في الشوكولاتة وتدوريها عشان تدينا الشكل الماربل أو الشكل الرخامي زي ما بنقول. زودتها شوكولاتة ابتدي طبعا الشكل موضح نفسه. تمام، هنا هعمل بقى العكس، جبت شوكولاتة بيضة وهحط فيها برضو خطوط من الشوكولاتة الغامقة، ها شوكولاتة الغامقة، ونبتدي نعمل فيها نفس الشيء. تمام، هنعمل هنا حاجة تانية، هنجيب هنا عندي الشكل القلب ده، هاجيب طبقين، واحد أحط فيه نقطتين لون موف لون الشوكولاتة اللي هو بيكون ألوان زيتية، وواحد تاني فيه نقطة واحدة من لون الموف. هاحط على كل طبق فيهم